وأنا طال عمرك من ذاك اليوم وأنا شفت الأرض هذه، شفت التراب هذا ثم مديده للتراب. قال شفت التراب هذا طال عمرك لو أمسك كذا يطلع بيدي ذهب، ثم مسك التراب ورفعه وإذا العقد بيده. مر قدامي كذا قطع الشارع شيء أسود، يقول أنا ما أدري وش سرعته فائقة، يقول فأنا أبغى أتحاشاه فضرب بطرف الصدام الأيسر، يقول كأني صدمت جبل. وأن الرجل تاجر دمشقي ما كان يخسر أبدا، وفي جلسة مع أصدقائه قال لهم يا جماعة الخير، من يوم دخلت للتجارة وبديت أتاجر ما خسرت أبدا أبدا أبدا. قالوا له معقول؟ يقولوا له أصحابه معقول؟ قال والله هذا اللي حاصل، من يوم عرفت نفسي وأنا ما خسرت. قالوا طيب نتحداك؟ قال تحدوني. قالوا نتحداك تبيع تمر في العراق. العراق بلد التمر وأنواع التمر وكميات التمر، فالبضاعة هذه موجودة في العراق، فما ممكن أنه يبيع تمر في العراق. قال لهم قبلت التحدي. ثم راح لسوق دمشق واشترى تمر عراقي من سوق دمشق، ثم جهز قافلته وراح انطلق هو غلمانه إلى بغداد. وهو في الطريق قبل ما يوصل بغداد في الصحراء شاف الناس طالعين بكثرة في الصحراء. قال لهم يا جماعة وش فيكم؟ وش الموضوع؟ قالوا له إنه الخليفة خرج في نزهة هو وأهله، وإن بنته فقدت عقدها، وإنه الخليفة قال اللي يلقى العقد له مني جائزة عظيمة ومكافأة جزيلة كبيرة، فحنا طلعنا ندور هذا العقد. يقول طيب خير إن شاء الله. يقولوا أثناء ما هو على هذا الحال شاف ناس بيروحون. قال لهم وش فيكم؟ ليش بتتركون البحث؟ قالوا حنا جينا وما معنا طعام ولا معنا أكل، فبنروح نتزود ونرجع. قال أنا عندي تمر إذا تبون تشترون. قالوا تريحنا عندك تمر؟ قال عندي تمر. ثم باعهم التمر بمكسب كبير. خبره استغربوا منه الناس، تاجر جاي من دمشق جايب معه تمر. فوصلوا الخبر للخليفة، إنه في واحد هناك قاعد يبيع على الناس في الصحراء، يبيعهم تمر، جاي من دمشق يبيعهم تمر. فاستغرب الخليفة طلع هو جنوده ومع حاشيته حتى وصلوا عند الناس وهم يدورون، لأنه بنته متأثرة جدا في موضوع العقد وتبغى العقد لأنه غالي عليها مرة وله ذكريات. المهم لما وصل قال جيبوا لي هذا التاجر الدمشقي. جابوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله. قال الله يحييك يا خليفة المسلمين يا أمير المؤمنين، أدام الله بقائك. قال له أنت رجل من دمشق؟ قال نعم أنا من دمشق. قال جاي تبيع التمر في العراق؟ قال نعم طال عمرك، أنا الله سبحانه وتعالى ما ابتلاني بخسارة أبدا من يوم عرفت التجارة، وأصحابي تحدوني إني أجي للعراق وبيع التمر وأكسب فيه، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، بعت وكسبت. قال طيب وش قصة هذا وانت ليش ما تخسر؟ قال أنا أعلمك طال عمرك، أنا ولدت يتيم الأب، ولما وصل عمري 5-6 سنوات كنت أعمل وأروح أشتغل بما أستطيع حتى أساعد أمي. فلما وصل عمري 20 سنة أمي كانت كبيرة في السن لأنها جابتني على كبر. أمي كانت مريضة وكانت على فراش الموت، فرفعت يديها وقالت يا ولد يا رب إنك تسخر له وإنك توفقه وإنك ما توريه خسارة وإنك تجعل التراب بيده ذهب وإنك تزوجه بنات الملوك والسلاطين. وأنا طال عمرك من ذاك اليوم وأنا شفت الأرض هذه، شفت التراب هذا ثم مديده للتراب. قال شفت التراب هذا طال عمرك لو أمسك كذا يطلع بيدي ذهب، ثم مسك التراب ورفعه وإذا العقد بيده. فقال وش هذا؟ فقال له الخليفة هذا عقد بنتي. سبحان الله العلي العظيم، ما دعاء أمك الصالحة هذه ما شاء الله تحقق، ما بقى إلا أن يتحقق دعوتها لك أنك تتزوج، وأنا يا ولدي أبى أزوجك بنتي واستأذنك أني باخذ شورها وإذنها،
وفعلا شاوروا البنت وعرضوا لها أخلاق هذا الشاب الدمشقي، فوافقت عليه وتزوج من بنت الخليفة، وتحقق دعاء أمه يا رب أنك توفقه ولا توريه خسارة، وأنك تجعل التراب بيده ذهب، وأنك تزوجه بنات الملوك والسلاطين. دعوة الوالد لولده مستجابة يا جماعة الخير. احرصوا على دعوات والديكم، احرصوا على بر آبائكم وأمهاتكم، والله العظيم فيها الخير في الدنيا والآخرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سبحانه وتعالى حدثنا عن البر به هو أولا سبحانه لأنه هو الخالق، ثم البر باثنين اللي هم سبب وجودك في هذه الحياة. أخونا محمد من جدة في عام 2010، أخونا محمد كان عنده سيارة جديدة من نوع سوناتا 2009 الكورية طبعا. أخونا محمد كان عمره تقريبا 24 سنة وكان خالي شغل، يعني الرجال عاطل عن العمل، وتعرفون العاطل عن العمل يعني كل وقته إجازة وكل وقته يعني فاضي. قرر إنه يطلع من جدة إلى ينبع، وينبع تتميز بساحلها الجميل الرملي النظيف. قرر يروح يغير جو الحالة، سبحان الله الحالة. متى طلع من جدة؟ طلع من جدة وقت أذان المغرب. في ذاك الوقت أخونا محمد الله يجزاه خير بحسب ما أفادني هو إنه كان مهمل في صلاته، واللي مهمل في صلاته يا جماعة الخير بالمنطق يكون قليل الأذكار في الغالب يعني. انطلق بسيارته، شاب صغير مندفع، تعرفون موضوع يعني الأغاني وارتفاع الأغاني، يبغى يروح يغير جو. أنا مستغرب صراحة من محمد، إذا كنت بتروح المدينة ساحلية طيب روح بالنهار، لكن هو راح المغرب. طيب طلع من جدة المغرب وانطلق بسرعة فائقة إلى ينبع. وصل إلى ينبع، جلس فرفر شوي، لفلف، الظاهر راح وأخذ له تعشى أو أخذ له شيء بارد، وبعدين جاء الأخ وانطلق من ينبع إلى جدة. وهنا مكمن القصة. أخونا محمد كان يسرع ورافع على الأغاني. كان في ذاك الوقت ما يعني استخدام السي دي أو القرص، فكان يبغى يغير السي دي على سرعة عالية. يقول وأنا سبحان الله بطلع السي دي بحط السي دي الثاني وسرعتي العالية هذه، مر قدامي كذا قطع الشارع شيء أسود. يقول أنا ما أدري وش وسرعته فائقة. يقول فأنا أبغى أتحاشاه، فضرب بطرف الصدام الأيسر. يقول كأني صدمت جبل كذا باللفظ، كأني صدمت جبل. الصدمة هزت السيارة كلها وفقدت التوازن وبدت السيارة تلف فيني. تخيلوا يا جماعة بالليل والطريق هذا غير مأهول يعني ما في أحد كثير، فبدت السيارة تلف فيه 5 لفات أو أكثر. يقول حتى وصلت إلى الشبك اللي بين الطريقين بسنتيمترات، كأنه في شيء وقف دوران السيارة. يقول أنا كأني في حلم. فعلا يا جماعة الخير نصيحة للشباب، السرعة ترى يا جماعة الخير الحادث يحدث في جزء من الثانية تفقد فيه السيطرة حتى لو أنك سائق راليات. خلاصة الكلام يقول أنا مرعوب مفجوع من اللي حصل لي. يقول ليل والساعة 1 بالليل حسيت في نور جاء ووقف عندي، التفت نظرت وإذا سيارة شاص. الشاص معروف عندنا في دول الخليج هو عبارة عن الجيب اللي يكون له حوض، اللي يكون له صندوق، عشان أخواننا اللي من خارج الجزيرة العربية احنا نسميه الجيب الشاص. هذا دائما يستخدمونه أهل البر. يقول قديم وله شراع، يقول نزل منه رجل ملثم. وهذه يا جماعة الخير الأعجوبة في القصة، رجل ملثم يقول جاء عندي، يقول أخذ الماء ورش علي وبدأ يسمي علي ويقرأ علي آية الكرسي. يقول لين هدأت والرجال يسمي علي. يقول أنا أتساءل أنا إيش اللي ضربته؟ يقول قلت له أنا ضربت شيء. قمنا ندور أنا وياه، يقول ما لقيت شيء.